في طريقة بإن أنت تتكلم مع حد من التيم بتاعك بالذات لما يكون غلطان، والطريقة دي لطيفة قوي. جربها كده هتلاقي الدنيا حلوة. بس دايما عايزين نتفق على حاجة: لو حد من التيم بتاعك غلطان ما تديلوش أي فيدباك وأنت متعصب أو أنت واخد المشكلة في وشك، لأن أنت هتديله رد فعل يعني رهيب جدا ممكن يخليه ما يشتغلش معاك تاني. الطريقة دي اسمها إيه؟ الطريقة دي اسمها ساندوتش فيدباك. طيب يعني ايه ساندوتش فيدباك؟ ساندوتش فيدباك هنا الطريقه دي بتقول لك ان انت لما تيجي تنتقد حد غلفها له بعيش كده من فوق ومن تحت. بمعنى ان انا قعدت معاه قلت له بقول لك ايه، على فكره انت من الناس الكويسين قوي اللي انا بحبهم واللي الشغل معاهم كويس، وانا عارف ان انت شاطر، بس طبعا الشطاره دي ادي كده ده كده الحته اللي فوق من الساندوتش. الشطاره دي كل الشطاره دي ليها زلات كده وليها غلطات، فحضرتك عملت كذا 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 كذا. خلاص ادي كده المشكله. وبعدين في الاخر تقول له ايه؟ تقول له بس انا عارف ان انت السكيلز بتاعتك والحاجه بتاعتك ممكن تخليك ان انت تعرف تطلع من الموضوع ده وان انت تحل المشكله دي. فاحنا كده عملنا له حاجه اسمها ساندويتش فيدباك. ادينا له طاقه ايجابيه الاول عشان يسمعنا، بعد كده سمعنا، بعد كده ادينا له بقى تشجيع عشان يروح يحل المشكله اللي حصلت من عنه. جربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا شير.